المدرب الفاشل هاني الكرة المصرية، المدرب اللي ما عندوش فكرة عن الكورة هنا امبارح في المؤتمر الصحفي. فيديو جديد مع بوسي في الاهلاوي. حابب اشكر كل واحد مشترك معايا في القناة، واتمنى من ربنا ان شاء الله المزيد. يا جماعة قلة الادب وصلت للمدير الفني لنادي الزمالك اوسوريو. قلة الادب، يقول لك منتخب مصر من 30 سنة الكرة المصرية ما بتاخدش اي حاجة، الكرة المصرية زيرو. اما الكرة المصرية زيرو قاعد فيها ليه؟ اما الكرة المصرية صفر انت جاي تضرب في نادي الزمالك ليه؟ يا جماعة قلة الادب اللي بتحصل من المدير الفني دي ما تتوقعوها اكتر من كده. اما رئيس النادي والمنظومة بتاعته كده بتطلع تغلط في كل واحد، لازم هو كمان يطلع يغلط، لازم يطلع يهين الكرة المصرية. فشل بيداروا فشل، الإدارة بتداري فشلها في السحر والشعوذة، وبيسيريو بيداري فشله في الكرة المصرية. اللي بيجرب خطة على الزمالك، عارفين يا جماعة مدير فني بيجرب خطة على نادي الزمالك؟ بيجرب لمزاجه والشو بتاعه، بيجرب عشان يقولوا بيسيريو بيعمل زي مانشستر سيتي. مانشستر سيتي مين يا راجل؟ بيضحك عليهم وهم بيصدقوا الضحك. انت بتضحك عليهم، هم مصدقين الضحك اللي انت بتضحكوا عليهم. عيب، عيب يا زملكاويه وفوقه. واحد بيضحك عليكم في الاداره، وواحد بيضحك عليكم في القناه، ومدير فني بيضحك عليكم. يا جماعه زملكاويه فوقه، قولوا كده غلط وكده عيب. كرة مصرية ايه يا عم الحاج اللي متهانة دي؟ كرة مصرية ايه اللي زيرو دي؟ قاعد بتعمل انت ايه؟ انت كنت قاعد في البيت مش لاقي شغل، كنت قاعد في البيت ونادي الزمالك هو اللي جابك شغلك، ورغم اللي انت فيه ده كله وعمال تجرب خطة في نادي الزمالك. برجلت اللعيبة اكتر ما هي متبرجلة، وعهد الله برجلت اللعيبة وخليتها مش عارفة مراكزها اكتر ما هي جاية مش عارفة مراكزها. ومحدش بيحاسبك في الزمالك عشان انت عامل فيها اللي انت احسن مدرب في العالم، وجمهور الزمالك مصدقك. هو بيحب كده جمهور الزمالك، بيصدق اللي بيضحك عليه، بيصدق اللي بيحط في دماغه الوهم. مانشستر سيتي مين يا جمهور الزمالك اللي انتوا هتوصلوا ليه؟ دي اللعيبه اللي هتمثل نادي الزمالك في البطوله العربيه. دي انتوا مش عارفين تكسبوا اي فرقه. امبارح كسبين 2-0 وكنت هتغلب 3-2. ده من عند ربنا اللي انتوا ما اتغلبتوش، وطالع ليك عين تقول الكره المصريه زيرو. يا ابو سوريو انت، والله العظيم ده انت اللي زيرو، انت اللي من هنا ميح، انت مدرب ميح. وكرر كشفك، كرر كشفك، اداك 4 مع الرأفة. والله العظيم كرر كشفك، قعدت كله مصدق له، مصدقين الوهم، مصدقين ان انت احسن مدير فني في مصر، وانت ولا مدير فني ولا حاجه، وطالع تهين الكره المصريه. يا راجل خلي عندك دم، ده اللي عنده دم عنده حسبه، وانتوا كلكم ولا عندكم دم ولا عندكم حسبه. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه في الكره المصريه؟ مدير فني فاشل جاي يهين الكره المصريه، يقول لك زيرو صفر من اخر 30 سنه. مين يا راجل انت لاخر 30 سنه؟ انت نسيت ولا ايه بطوله افريقيا؟ حد يقول له جدع ده، حد يقول له احنا ابطال افريقيا لغايه دلوقتي، حد يقول له ان احنا اسياد الكره الافريقيه في منتخبات وافريقيا ونادي الاهلي. بص النادي الاهلي يا ابني انت، بص مين بطل افريقيا اخر 4 سنين يا ابني؟ هيقول لك النادي الاهلي مصري. يا اللي ما عندكش دم انت اللي طالع تقول الكره المصريه. مفيش حد في المؤتمر الصحفي يقول لك كده عيب. مفيش حد يطلع في القناه بتاعتك ديت اللي انت مسمينها قناه يطلع يقول لك الكلام اللي انت قلته كده غلط. رئيس النادي فين اللي بيطلع كل يوم يعمل فيديو واثنين وثلاثه؟ يعمل لك فيديو يقول لك امشي، نطلع نسقف لما يقول لك امشي. لكن للاسف ما حدش في الزمالك بيحاسب حد، عشان في الزمالك الوهم متصدق بالمظلمه. انتوا عايشين يا زملكاويه في مظلمه اسمها الظلم، اللي انتوا مش هتعرفوا تناموا، مش هتعرفوا تناموا ولا ما تتظلموا. حتى المدير الفني بيطلع حججه يقول لك الكره المصريه. عيب، عيب وفوقهم، عيب وفوق يا زملكاويه. لا هتصحوا على كابوس يمين الله، مش هتلاقوا نادي الزمالك ده. والله العظيم ما حد هيقول لكم كلام في المصري اللي انا هتيجوا في سنه مش هتلاقوا الزمالك الا في اخر الدوري. انا قلت لكم وهقول لكم، الزمالك هيبقى زي الاسماعيلي والمصري والاتحاد. يا زمالك فوق، مش هتلاقي نفسك. اسمع اللي ابو يوسف الاهلاوي بيقول لك نظر الكوره، ولا في لعيب عايز يجي لك. كل فيديو هقول لك كده، ولا في لعيب عايز يجي لك دولي، دولي مفيش لعيب عايز يجي لك دولي. واللعيب الدولي اللي عندك وعلى راسهم زيزو عايز يمشي، وولاد النادي سابوكوا خلعوا. شفتم قله الادب عملت ايه فيكم؟ قله الادب جابتكم لفين؟ والمره دي اوعى تفكر بيراميدز هينزل من المركز الثاني. خلاص
بيراميدز شبط في المركز الثاني ونزلك انت للثاني، والخوف عليك من المركز الثالث السنين الجايه والرابع. والله العظيم بيراميدز مش هينزل من المركز الثاني خلاص. اوعى تفكروا يا زملكاويه انت تطلعوا المركز الثاني تاني، مش هتشوفوا دوري ابطال افريقيا تاني. اوعوا لاي حد زملكاوي يفكر اللي هو هيلعب في دوري ابطال افريقيا، خلاص انتهى. بيراميدز شبط عشان بيراميدز فرقه ومفضيه نفسها للكوره. انتم مفضيين نفسكم لقله الادب والشتيمه والسحر والشعوذه وبحه ومش عارف ايه وجاب ايه يا عم انت. هو ده خربتوا النادي، اقسم بالله خربتوا النادي. وطالعين كل يوم تشتموا في النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب والاداره وامام عاشور والدنيا كلها. شوفوا اللعيبه بتاعكم بتخلع ليه؟ شوفوا اللعيبه مش عايزه تجيلكوا ليه؟ يا جماعه مين اللي هيجي قله الادب كل يوم؟ مين اللي هيجي كل يوم يتهان؟ مين اللي كل يوم هيجي اخر الشهر يقبض مش هيلاقي فلوس؟ هيلاقي ناس طالعه على القناه بتاعتهم يقول لك مش لاقيين نجيب كرور لحمام السباحه. النادي كله زباله، النادي مش عارف كله ايه، كل ده عشان واحد. كل منظومه بتخدم واحد بس، والواحد ده ما بيخدمش نادي الزمالك، ده بيهين نادي الزمالك كل يوم ومجرح نادي الزمالك. عيب عيب، ده احنا مش عارفين في نادي الزمالك مين اللي مسؤول عن الكوره ومين اللي مش مسؤول. انا كلامي كله النهارده عن نادي الزمالك عشان صعبان عليا النادي الكيان. لكن الجمهور الزمالك والاداره يستاهلوا الاثنين. لكن اللهم صل على النبي، كيان نادي الزمالك على دماغنا كلنا رغم عن اي حد محترم الكيان. لكن جمهور الزمالك وادارته يستاهل فيهم اللي بيحصل ده والله العظيم. اما مدير فني بتاعهم فاشل فاشل فاشل. هنا ميح والله جاي يجرب خطه على ناس مش عارفه تجري، جاي يجرب خطه على دماغه عشان يسيب نادي الزمالك ويخلع. بعد كده هيسيبكوا ويخلع، وانا اهو انت اهو لو ما مشيش بحق. هو بس مستني البطوله العربيه تخلص ويعمل الشو في الجو الخليجي في السعوديه ويسمع اللي هو بيعمل خطه وبيعمل مش عارف ايه وعايز لعيبه، وهيخلع بعد البطوله العربيه. المدير الفني ده لو قعد معاكم لبدايه الموسم بحق، انا قلت لكم والله العظيم بوسيريو ده اول ما البطوله العربيه هتخلص هيكون ماشي. وانا قلت لكم والله العظيم بقول الحق، وهتشوفوا الايام الجايه. وجمهور الزمالك بقى خليك عايش في المظلمه، وخليك عايش يا جمهور الزمالك اللي النادي الاهلي بياخد كل حاجه بالظلم، وخليك عايش النادي الاهلي بيلبس وانت بتلبسي، خليك عايش اللي جمهور الاهلي بياكل وانت بتاكلش. هو ده الوهم يا جمهور الزمالك اللي الاداره حطته في دماغكم، ده الوهم اللي انتوا عايشين فيه. ولو انتوا ما تلوحتوش فيه ولا هتلاقوا الزمالك ولا هتلاقوا الكيان ولا هتلاقوا اي حد بيشجع الزمالك. انا بقول لكم الثلاث حاجات اهو عشان انتوا اللي عملتوا في نادي كده يا جمهور الزمالك. ما قلتوش للغلط، لا قلت له غلط. الله ده بيقول ايه؟ الحق المستشار، الحق خالد، الحق مش عارف مين، كريم ابو حسين، الحق صبحي عبد السلام بيقول ايه، الحق محمد رجب بيقول ايه. كله باطل، كل دول بيقولوا كلام باطل لنادي الزمالك. والله العظيم لو ما فوت يا جمهور الزمالك هتندم في يوم من الايام على النادي بتاعك. وعايز كل واحد يشوف ابو يوسف الاهلاوي يدي اللايك ويعلي صوتنا ان شاء الله. سلام يا احسن ناس.